عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ضاع له ما بين الجمعتين. الحديث أخرج البيهقي وصححه الألباني. يا أخوان، قديش يعني لفتة جميلة جدا. ما أقول عادة ولا يعني أرجو أنها تكون عادة، لأن هذه سنة وهي عبادة. فكيف تخرج إنها مؤسفة أن تخرج إلى إطار العادة، أن تأخذ أبنائك يعني معاك الذكور وتأخذهم للمسجد لابسين أفضل الثياب وخلهم يلبسون يعني ويتعطرون حتى يكونوا على السنة. وبعد الصلاة لا تنصرف مباشرة. الانصراف بعد العبادة أمر خطير جدا، لأنه يفوتك من الأجور اللي فيها التكفير للسيئات، يعني ما الله به عليه. ثاني شيء أنك أنت أول شيء تكون ماسك السنة هذه اللي هي قراءة سورة الكهف، ولكن أضفت عليها أنك أنت قرأتهم بنفسك حتى يعني يسمعون القراءة الصحيحة. وإن كان عندك خطأ في القراءة فأنصح يعني السماع للأئمة والقراء، كثير فيهم خير، الله يجزاهم عنا خير، ولا نفرق يعني بين أحد منهم، لكن اختاروا أفضل القراء اللي واضحة قراءتهم وصورته يعني كلامهم يعني اللفظ أقصد واضح. وأبعدوا عن المتغنين في اللي هو يعني أقصد يمسكون مقامات وما مقامات، ولا أحكم فيها ولا أتكلم، ولكن الشيوخ قد أفتوا فيها وانتهى الموضوع، كلام مفروغ فيه. فأبعدوا عن القراءات اللي فيها تكلف، خليكم على القراءات البسيطة حتى إيش يوصل إلى السامع يعني سهولة وسلاسة القراءة فيحفظ فيها ويعلم. فأسأل الله البركة والتوفيق. والله يعني عبادة جميلة وسنة جميلة أنك تأخذ أبنائك وتعلمهم وتقريهم سورة الكهف معاك بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، حتى يكون يوم يعني عظمنا يوم عظيم. فيوم الجمعة يعني كلكم أدرى بفضله وعظمته. وأسأل الله النفع والبركة.